المغربية داخل الحكم الذاتي. اللهم لك الحمد. 31 أكتوبر يوم تاريخي، سالينا مع هاد الزمر. فرحان بزاف، فرحان بزاف اخوتي المغاربه، خوتي من الصحراء، خوتي فرحنا، خوتي فرحنا كاس العالم، الله يحفظك الملك. مع الاستفتاء وما يسمى بتقرير المصير، وانتقلت منذ 2007 إلى الإشادة فقط، أسطر عليها الإشادة بالحكم الذاتي، وانتقلت اليوم إلى تبني الحكم الذاتي على أساس المفاوضات. حاجه تفرح وتفرح وتفرح كمان. في الاول كان لسه مجلس الامن ما طلعش قراره، ولكن الحمد لله النهارده بيطلع القرار وبيؤكد ان الصحراء مغربيه، ومن حق المغاربه يحتفلوا، ومن حق اخواتي المغاربه يفرحوا بالانتصار ده. النهارده يوم انتصار، انت كسبت، مش كسبت الصحراء، هي كده كده الصحراء مغربيه، ولكن انت كسبت انك انت تقنع وتثبت للعالم كله، والعالم كله يقول كلمته ويأكد كلمتك، فده انتصار. ألف مبروك للشعب المغربي وللمملكة المغربية عودة السيادة للأراضي الصحراوية المغربية. وإخفاق لم تشهد له الدبلوماسية مثيل. نقدم الاستقالة تاعي الليلة، تقدم الاستقالة تاعك وتروح، ما تزيدش تبان كاع افي. هذا إلا ما دخلتش الحبس، إلا ما قربعولكش ودخلوك الحبس. يوم تاريخي اليوم، 11 دولة صوتت لصالح القرار مقابل 3 ديال الممتنعون. عندك روسيا والصين، كنا عارفين بأنهم غادي يمتنعوا، وديجا قالوا لنا، قال لك اودي احنا لن نستعمل الفيتو. وغنمشي انا شخصيا نفرقها عليهم بالتساوي والعدل. ما غاديش نديروا الفيتو، والجزائر اليوم ما كانتش عندها الجرأة انها تصوت بالرفض. خذنا سمحوا لي راني مكشكش شويه بالفرحه، ماشي مكشكش بالغضب. الجزائر لم تكن لها الجرأة اليوم لتصوت ضد القرار. ما بقالكمش الخيط الراشد اللي تشدوا فيه، ما بقالكمش تاع المؤامره ونظريه المؤامره وحنا مستهدفين. في من غادي تحصلوا دروك؟ الحلم الانفصالي تبخر، لأن الجمهورية الصحراوية لم يعد لها أي وجود، وهذا في حد ذاته انتصار كبير، انتصار تاريخي للدبلوماسية المغربية. طحان وجه الكف والبزاقيه، ربحت غير العيب، ربحت غير العيب. هاي الصحراء مغربية بصحتهم المغاربة، وهذوك تاع تيندوف ماذا بكم تسمحوا لنا، لأنه الأرض رانا محتاجينها، حابين نزرعوا شوية بطاطا ثم. وصوتت أو امتنعت عن المشاركة في التصويت لأنها بصريح العبارة تلفات. إلا صوتت بالرفض غادي تبان معزولة بوحدها، وهذا فضيحة كبيرة لها، لهذا اختارت أن تكون مع الممتنعين. المغرب فريتها، غادي تبلع الدوسي، سلام، ما كان مشاكل، ما كان والو، انتهى الموضوع. راه غالية البطاطا، وابراهيم غالي ابدات تونطريني باش تبوس اليد، لانك راح تولي والي، يعني والي ولايه الصحراء. هذا الا قبلوا بك، يعني الا حطوك والي. هي كنتوا كتحتموا امام القرارات الامميه، هي اليوم القرارات الامميه والشرعيه الدوليه كلها مع مغربيه الصحراء. ولا ما حطوكش اسمح لنا ثاني، حتى نتايا وجهك يجيب الشر، اسمح لنا، ما تريحناش في الجزائر. كي انت كي وجوه الشر هذوك كاع لازم خطونا، ما تريحوناش في بلادنا. يوم تاريخي كما كنقول لكم، الفرحه افراح والمسره مسرات، وقبل اسابيع كانوا بغاو يطيحوا وجه ديال المملكه المغربيه، ولكن نقول لك يا مغربي يا مغربيه، هز راسك وافتخر بانك مغربي، والفرحه افراح ومسرات. عندكم حجه اخرى الان لتعليق الفشل تاعكم عليها؟ ما عندكمش؟ يا درا اش غادي تخلقوا لنا واش غادي تصنعوا لنا باش حنا نامنوكم ونقولوا بلي حنا رانا مستهدفين؟ هي اقوى دوله في What are you saying? اللوبيا والرز والعدس. What if a bomb drops on your head right now? Okay? حتى ملي دشنا الملعب تاع مولاي عبد الله قال لك اودي سيدي فوتوشوب. اقترح على المسؤولين والفاعلين والمسؤولين الكبار في الجزائر بإصدار قرار انسحاب المنتخب الوطني في المشاركة بكان المغرب 2025. الكلام اللي قاله الأستاذ فوزي لقجع امبارح عن الجزائر، وعن كلام الجزائر عن المغرب وعن الملاعب المغربية وعن عدم جاهزية الملاعب المغربية لبطولة أفريقيا، طلع مرمط
مرمط الإعلام الجزائري. فوزي القجع عطى القاصح النظام الجزائري وقال اعداء الوحده الترابيه اللي كانوا باغيين يقسموا المغرب ويجزئوه ويعزلوه. كل شيء غادي يبدا يهضر في الاعلام الجزائري حقرونا باش لنا احسن خبر بالنسبه للمغرب والمغاربه كاملين منذ 50 سنه وحنا كنتسناو هذا الخبر، واخيرا تحقق الحلم واصبحت السحره مغربيه 100%. ديروا لنا ابوني، فرحونا، ما تنساوش كاين المزيد في القناه على حول هذا الموضوع. ديروا ابوني وتسناو الفيديوهات الجايه.